استاذ نور محمد من السعوديه، ارجو بس الاختصار يا جماعه، والله ما تدخلوناش في تفاصيل عشان في ناس كتير. اولا انا مش نور محمد يا اخي، انا كلمت صوت بنت عشان اوصل لك، لان انتوا اي واحد بيهاجم الاخوان انتوا بتمنعوا. انا بقالي اسبوعين عشان اتصل بيك، كل ما اعرف ان انا ضد الاخوان ما يتصل، كل اللي انت عامله ده فيلم. طب يا استاذ ايا كان اسمك، هو انت لما تبقى بنت يا استاذ بس احنا يا استاذ اسمعني طيب اسمعني انت. طيب احنا بحب نتكلم بهدوء وهديك الفرصه. انت بتقول انك انت اتكلمت بصوت بنت، هل احنا بنمنع اصوات الرجال؟ عشان اوعى تكذب، لان مسجلكم مسجل. ايوه يعني احنا بنمنع، يعني انت حضرتك بتقول قلدت صوت بنت. طيب وهو قافل عليا. هل احنا بنمنع اصوات الرجال؟ يعني احنا بنشوف راجل بيتكلم بنقفل السكه مثلا؟ يا حبيبي افهم عليا، انا سمعك صوت كل وقت ساعه ما بتكلم مع اللي بينقل المكالمه، يعرف ان انا ضد مرسي ومقفل عليا. بيعرف ازاي؟ عرفت اخش لك بالكلام ده، بس سيبني اكلم الكلمتين اللي انا عاوز اقولهم. براحتك خالص اتكلم. خدت بالك؟ انا عايز اسالك سؤال بس، سؤال واحد بس. اوصلك معلومه بس سيبني اكمل. طيب اسالك انا من حق اسالك، هو عشان اعرف، لان لو ده حصل انا مسؤول عن ده، لان انا المذيع اللي بيتكلم معاه. حد سالك؟ انا بقول لك هسمعك تسجيل المعلق. لا اجاوبني من غير انا مصدقك. سيبني اكمل لا ما انا لازم اسالك الاول، لان ده يهمني انا، لان ممكن اخد موقف. لا انا ممكن اخد موقف حالا دلوقتي لو في حد سألك. الكلام ده حقيقي، بس سيبنا كمل كلامك. هل حد سألك رأيك ايه قبل ما تدخل عليا دلوقتي؟ طبعا حصل. قال لك ايه؟ هتقفل عليا، انا عارف دلوقتي هتقفل عليا. ايه؟ هتقفل عليا انا عارف. لا مش هقفل عليك يا اخي، لا تتهم غيرك. والله هتقفل عليا، انا متأكد بالكلام ده. طب كمل الاول كلامك كمل الاول كلامك احنا شعب مصر، اللي انت لو راجل ينزل مصر. يعني انت يا اخ اسمك ايه الاول عشان انا بقول لك اهو، كان اسمه احمد البليدي مرزوق دياب. يا استاذ قطر يا استاذ احمد، انت مصري. يا انا مصري وافتخر. يا انت اللي قفلت طبعا، الناس بتاكد لي هذا الكلام، واحنا يا جماعه ارجو انكم لما تعرضوا وجهه نظركم. المعد يقول لي لم يساله احد، وغيره قبل كده تحدث بما يراه. الأستاذ محمد من السعودية دخل بصوت راجل عادي جدا ومحدش سأله، وقعد يتكلم براحته تماما، انتقد الإخوان وانتقد